ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم اكله جميله جدا جدا. الاكله ديت صاحبتي الشاميه قالت لي ازيك يا ام انس عامله ايه؟ قلت لها الحمد لله. قلت لها بصي البرد قاتلني، مش قادره اخش المطبخ ولا اعمل اي حاجه. قالت لي طب ازاي؟ طب ما تعملي الاكله السهله السريعه الجميله ست سبقي. قلت لها ايه ست سبقي دي؟ قالت لي بصي مكرونه وعدس واي لحوم عندك ممكن تعمليها. بصراحة عجبتني الفكرة قوي، فقلت لازم اجرب الوصفة دي معاكم. وبصوا بقى يا حبايبي، هنبدأ كده على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا زبدة، معلقة كبيرة من الزبدة على زيت. تمام كده، هستنى يسيح شوية. عايزة اقول لكم الاكلة ديت شتوية جميلة جدا وبتدفي بمكونات بسيطة وعلى قد مصروف بيتك وايدك، ممكن تلاقي اغلبية الحاجات دي كلها موجودة عندك في البيت. بالمناسبة الأكلة دي ممكن تعمليها بأي حاجة من اللحوم اللي عندك. لو قطعتين أو قطعة من البانيه مفيش مشكلة. فراخ مفيش مشكلة. قطع لحمة صغيرة مفيش مشكلة. كبد، قوانص، مشروم، أي لحوم، أي حاجة. يعني الأكلة ما بتقولش لأ على أي حاجة. الزبدة والسمنة، الزبدة والزيت فكوا هما. بصوا بقى دول 3 بصلات كبار. طب يا ام انس ده البصل غالي، معلش هي الوصفه دي جميله قوي بالبصل. بصوا انا مقطعاه يعني وسط، ولا خشن قوي ولا ناعم قوي. عايزه اقول لكم بقى ايه، ما تزعلوش بقى ست سباقي مننا وتقولوا بقى ده البصل ومش البصل. لا، هقول لك على حاجه، اعملي البصل الكميه اللي انت حباها. تمام كده. هنسيب البصله بقى تدبل شويه. طب على بال ما البصله تدبل شويه، انا عايزه اقول لكم طبعا المكونات عباره عن عندي اهوت عدس بجبه، دي كوبايه عدس بجبه. ده لقيت عندي قوانص اهي، كنت مقطعاه وشايلاه في الفريزر بصراحه الوقت كده، قلت ايه اعمل بيها اي وصفه كده على قد الايد. وعندي هنا المكرونه، ده كيس مكرونه انا سلقاه. وعندي بقى مكعب ماجي وملح وفلفل اسمر وثوم، ثوم مفروم. طيب نحكي بقى ايه ست سباقي وايه اكلة ست سباقي ديت. هم بصراحة اخواتنا الشاميين او الفلسطينيين او السوريين هم اكتر ناس عارفين الاكلة ديت. وهم يعني اغلبيتهم مش عارفين يعني ايه ست سباقي او منين جت الاسم دوت. فانا من هنا ام انس يعني بقول لكم ايه، انا اعتقد يعني ان هو مثلا ايه، كانت مثلا ستهم مره مثلا راحه مثلا مشوار مهم او جالها خروجه مهمه. فممكن اللي في البيت مثلا اقول لها يا ستي اسبقي اسبقي انت ومالكيش دعوه، بلغتنا احنا المصريين. اسبقي انت ومالكيش دعوه، احنا هنتصرف وهنعمل اي حاجه. فطبعا ممكن يكونوا لقوا المكونات دي في البيت فعملوا منها الاكله الجميله دي. ومن هنا طلعت الاكله طلعوا عليها ايه ست سبقي. طبعا الاخراج والفيلم دوت من ايه، من ام انس. لكن انا ما اعرفش الحقيقه المسمى فعلا جه او من ايه، او القصه الحقيقيه ايه. فانتوا بقى ممكن اخواتنا الفلسطينيين او السوريين او الشاميين اللي معايا في القناه او المتابعين معايا، ممكن هم اللي يقولوا لي منين جه المسمى دوت ومنين جت الفكره ديت، او قصه اكله ست سبقي دي جت منين. زي احنا كده مثلا عندنا بعض الاكلات التراثيه، زي مثلا ام علي، قصتها مثلا كانت شجره الدر. في اكلات كتير، يعني في اكلات كتير ليها قصه وتراث كده معين. المهم عشان ما اطولش عليكم، ادي البصلايه اهي دبلت شويه. هنزل عليها بايه، بالثوم المفروم. دي راس ثوم صغننه. عايزه اقول لكم يا جماعه دي اكله البركه، يعني ما تلتزميش بمقادير معينه زي ما انا ما بقول لك، يعني لا، اللي انت حابه تحطيه حطيه. تمام كده، انا بديكي الفكره وانت بقى تزودي المكرونه، تقللي العدس، تزودي حاجه، تنقصي حاجه، براحتك خالص خالص خالص. مش هتقول لا ان شاء الله. دي اكله ايه، البركه. يا سلام على ريحه الثوم مع البصل، طالعه تحفه. عايزه اقول لكم بقى، انا مش هستنى بقى ايه على القوانص انها تفك قوي، لان انا بصراحه طلعتها من الفريزر، حطيتها في ميه بس ايه ما فكتش قوي، فهحطها تفك كده مع نفسها، لان انا خلقي ضيق بصراحه ومش هستنى الحاجه لما تفك. هي ان شاء الله هتفك كده مع البصل، متقلقوش خالص. اخواتنا الشاميين او الفلسطينيين او السوريين
بيعملوا ايه يا جماعه؟ بيسلقوا المكرونه في حله والعدس في حله والوصفه يعملوها في حله. فانا طبعا كخلق ضيق هعملها لكم كلها في حله واحده. بس للامانه وللصراحه انا سلقت المكرونه لوحدها وقلت اعمل بقيه الوصفه في نفس الحله، في الحله اللي هي اللي انا بعمل فيها دي، عشان ما اكترش المواعين. انا بكره المواعين زي ما انتم عارفين، وكمان خلق ضيق. هنستنى بقى عليها لما تفك الكبد والقوانص وتتغلغل مع البصل والثوم المفروم دوت، ونشوف هنعمل ايه. حبايب قلب ام انس، ادي القوانص اهي فكت اهيت معاكم. عايزه اقول لكم الريحه ممتازه. طبعا انا اول مره هجرب الاكله دي معاكم وهقول لكم رايي بصراحه في 6 دقايق. طيب انا عايزه اقول لكم بقى زي ما انا ما فهمتكم في الاول، باي نوع لحوم واي كميه انت حباها تعملي الاكله البسيطه الجميله ديت. يعني يا جماعه مالكوش حجه، الدنيا غاليه بس هناكل باذن الله. عمري بيتك واستوري بيتك واكلي عيالك، ولقمه هنيه تكفي 100 زي ما بيقولوا. والبركه يعني بتخلي كل حاجه حلوه في البيت. بصوا بقى، الوصفه الشاميه او اخواتنا السوريين او الفلسطينيين بيسلقوا العدس بجبه. انا بقى مش هسلقه، هخليه في الحله هنا يتسلق ويستوي مع الوصفه، عشان زي ما انا ما قلت لكم انا خلقي ضيق ومش لسه هسلق بقى واعمل كده. يعني الوصفه دي يا حبايبي من الاخر كده لاخواتنا المخنوقين زي حالاتي كده اللي خلقهم ضيق، اظن مش هتلاقوا اسهل ولا احلى من كده يعني. بصوا انا عايزه اقول لكم الريحه طالعه تحفه والالوان تحفتين. انا لسه بقى الطعم للامانه اول مره هدوقها معاكم الاكله ديت، لان انا اول مره اعملها بالفعل. بس بصراحه شكلها عجبني قوي قوي، والفكره عجبتني انها مش مكلفه. انا عايزه اقول لكم ان القوانص اللي انا عملتها ديت زي ما انا ما فهمتكم، انا كل ما باجي اجيب فراخ، انا بجيب الفراخ عندي خزين الشهر تمام كده. بعمل ايه؟ بقطع الفراخ دي عندي اجزاء. يعني مثلا الاجنحه ممكن اعمل منها وصفه، الكبد والقوانص بحوشها اعمل منها وصفه اليوم ما يعلم بيه الا ربنا. كل حاجه يعني. بصوا حتى الزور بتاع الفرخه انا كنت بصراحه بقطعه وارمي الجلد، لا انا بقيت احوش الجلد عشان هوريكم هعمل منه وصفه تحفه. بصراحه انا كنت برمي الجلد على طول، بس لا برضه هعمل لكم وصفه تحفه. لان انا ناس كتير قالوا لي يا ام انس احنا عايزين وصفات على قد ايدينا، لان الحياه بقت غاليه وصعبه. فانا من هنا بقول لكم ان شاء الله الوصفات الجايه هعمل لكم وصفات كتير ان شاء الله على قد الامكانيات وبابسط التكلفه. تمام كده. بصوا بقى يا حبايبي، ادي الحاجه اهيت، ادي العدس بجبه زي ما انا ما قلت لكم. دول حوالي 3 بصلات كبار، عايزه الكميه زي ما انت عايزه. والقوانص حوالي دول معرفش بقى ربع كيلو بصراحه ولا اقل من نص كيلو، حاجه بسيطه. لان انا زي ما قلت لكم انا محوشاهم، فمعرفش الحقيقه هم قد ايه. وبرده انا بقول لك حطي الكميه اللي انت عايزاها، قوانص بقى فليه، قطع فراخ، قطعه لحمه، لو عندك حته لحمه قد كده ولا حتتين مفيش مشكله، الوصفه هتمشي برده مش هتقول لا. التوابل هنا عندي مكعب ماجي وملح وفلفل اسمر، مفيش اسهل من كده. كل المكونات دي ان شاء الله موجوده في بيتك وسطر بيتك. قلبي كله 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 كده مع بعضه. والكتل بقى انا معلقه على ميه مغليه في الكتل وهضيفها عليه. زي ما قلت لكم يا حبايبي هنقوم بقى ضايفين الميه السخنه كده. ليه بقى؟ علشان القوانص والعدس يستووا ويبقى سواهم مظبوط. انا عايزه اقول لكم بقى انا مش عامله ميه كتير، هي نص الحله بس. ليه نص الحله؟ لان الوصفه ديت كانها زي شوربه كده. بعد ما هنضيف المكرونه عليها في الخطوه يعني اللي بعد كده ان شاء الله بتتاكل كانها شوربه، يعني مش متماسكه كده مع نفسها او ما فيهاش اي حاجه. هوريكم شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي. طبعا بتظبطوا بقى الملح، ولو فيها اي حاجه ناقصه تظبطوها من التوابل اللي انا قلت لكم عليها. هنسيبها بقى ايه لما العدس يستوي والقوانص تستوي. بصوا بقى يا حبايبي، طول ما هي بتغلي كده ابتدي بقى الم الريم دوت اتخلص منه.
بس طول ما هي بتغلي كل ما الاقيها عملت ريم اشيل الريم ده بالمعلقه، اسيبها بقى تكمل سواها ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي هي كده طبعا انا كل شويه بتابعها ماشي لحد ما اتاكدت ان العدس والقوانص استووا وبقوا كويسين جدا. عايزه اقول لكم بقى والمكرونه هنا انا سلقاها اهي يعني 3/4 سوا تمام. هنزل بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم تقلبيها تمام كده. عايزه اقول لكم هي اصلا بتبقى عامله كده زي الشوربه كده، عارفين المكرونه ام شوربه عندنا اللي احنا بنعملها، هي بتبقى يعني انا اقصد ان هي بتبقى بشوربه كده، لكن طبعا طعمه مختلف بجد بجد. شابوه ست سبقي. عايزه اقول لكم الريحه تحفه تحفه تحفه. طبعا طول ما هي بتستوي انا عماله ادوق فيها ولسه ما كملتش بقيه الحاجه. عايزه اقول لكم يعني خطيره. وبصوا الالوان تحفه، المكونات جميله، الطعم خرافه. بس للامانه انا كنت حاطه مكعب مرقه واحد، حطيت مكعبين ماشي. انا وانا بعمل الوصفه قلت لكم ايه لو فيها ناقصها حاجه حطوها. طبعا انا ظبطت الملح كان دلع شويه وحطيت مكعب ماجي تاني. تحفه والله يا جماعه. انا متاكده ان انتوا وانتوا بتتفرجوا على الوصفه دي لو واحده فيكم عندها المكونات هتقوم تعملها على طول، ما توقفيش نفسك على حاجه. كبد فراخ ماشي، قوانص ماشي، لو عندك قطعه بانيه او قطعتين بانيه ماشي، عندك جناحه ماشي، عندك اي حاجه، قطعه لحمه حتى واحده ماشي، مش هتقول لا. صدقيني لو عايزه تعمليها من غير لحوم خالص خالص مفيش مشكله. عندك مشروم برضو حلو جدا. يعني بصوا مش مكلفه. انا عايزه اقول لكم الاكله بجد مش مكلفه. ده كيس مكرونه واحد يا جماعه على تقريبا كوبايه من العدس بجبه. والبصل زي ما انا قلت لكم انا عامله 3 بصلات كبار. بس بقول لكم دي اكله البركه، يعني انت ليكي مطلق الحريه تزودي او تنقصي اي حاجه من الحاجات دي. انا اديتك الفكره وانت بقى بدعي زي ما انت عايزه. هي بتتقدم كده بالصوص بتاع الشوربه ده. انا عايزه اقول لكم الصوص بتاع الشوربه ده تحفه تحفه تحفه. الاكله فعلا فعلا بتدفي في الشتاء ومش مكلفه وجميله، والف هنا وشفا عليكم. بصوا بقى يا حبايبي طبعا غرفت لي الطبق الصغنون دوت عشان انا متكممه، عامله عمليه تكميم معده. فطبعا عايزه اقول لكم طبعا انا عيالي هغرف لهم بسم الله ما شاء الله في الاطباق الكبار. بصوا بقى انا هدوق معاكم وهقول لكم بصراحه وبكل امانه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه اقسم بالله اقسم بالله الاكله تحفه 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 تحفه. هتقوموا تعملوها فورا دلوقتي. بس طالبه منكم طلب بالامانه، اللي يعمل الاكله وتعجبه تعملوا لي بقى لايك وشير وسبسكرايب وكلمه حلوه في كومنت كده زيكم. ولو حد عارف قصه ست سبقي يقول لي. وبجد بجد شابوه لصديقتي وحبيبتي الشاميه اللي قالت لي على الوصفه الجميله دي. قالت لي دي وصفه شتويه هتدفيكي في الشتاء، من الاكلات الشتويه الجميله وسريعه جدا ومش مكلفه وبسيطه جدا، وتقريبا كده كل المكونات موجوده في البيت. بجد شابوه صديقتي حبيبتي الغاليه. وتحياتي ليكم احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.